السلام عليكم، صلوا على رسول الله. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير مرملين ولا لا. اكتبوا لي في التعليقات. اليوم طبق بزاف بزاف بنين ساهل بريزونطابل راقي، توجدوا غير بربع صدر تاع الدجاج واكيد باقي المكونات مش بزاف، يعني ماشي بزاف صح، يجي بزاف بنين. تبعوا معايا، واكيد البنه عالميه كالعاده. اكتبوا لي بنه عالميه في التعليقات. هنايا في طنجره حطيت شويه تاع الزيت وحطيت حبه تاع البصل كنت رحيتها، مع ربع صدر تاع الدجاج فقط، وقليتها مليح. دوكا نبدا نضيف التوابل. ضفت هنايا الفلفل الاسود، وراح نضيف شويه تاع الزنجبيل. الى عندكم كاش توابل طيبوا بها المرقه تاع الزيتون ديروا على حسب الرغبه تاعكم، حسب البنه اللي مالفينها نتوما. انا هكا نديرها. قليتها مليح ومن بعد ضفت عليها هنايا كميه من الزيتون. الزيتون هذا كنت غليته في الماء قداه من مره باش تنحلها هذيك الملح اللي فيه. تقدروا تاني تكونوا مثلا حطيتوها في الليل واليوم الغدوه درتو بهذاك الزيتون تنحلوا الملح، وضفت عليه حبه تاع الزروديه كنت قطعتهم دي غونديل هكا دوائر. قليتهم مليح 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 ومن بعد مرقتهم بالماء راح يوصل درجه الغليان. ديما نقول لكم امرقوا بالماء السخون باش الماكله تاعكم تجي بنينه. وغطيوه على الطنجره تاعكم وخليوها حتى يطيب هذاك الربع صدر تاع الدجاج. كي يطيب ربع صدر الدجاج هذاك نحيوه ونفتوه في الاول. ومن بعد فكرت هذيك العفسه تاع الباطير راح يولي كي الشعره، يعني كامل راح يولي كي شعره. من الاحسن بصح نصيحه حطوه في حاجه تكون ضيقه، ما تحطوش في حاجه تكون واسعه، خاطر يولي ويروح غوش دروات غوش دروات وما تحكمهمش. المهم شوفوا هنايا بعد ما رحيتهم الباطر شوفوا كيفاه، يعني طريقه روعه روعه روعه. اللي اخترعت هذه الطريقه يعني نعطيها تحيه تاع الصح. المهم ومن بعد ضفت عليهم كميه من البطاطا المقليه، كنت قطعتها مربعات وقليتها. حوالي حبه تاع بطاطا تكون كبيره، الا كان ما كانش كبيره صغيره زوج. شويه تاع المعدنوس، زوج حبات تاع البيض، شويه فلفل اسود وشويه زنجبيل، نفس التوابل اللي درتهم في المرقه تاع الزيتون عاودت حطيتهم هنايا. وجبت البنه الكبيره هذه موندور تاع 3 فروماج. هذا بالمناسبه هذا راه فرماج صح صح، هذا البارة هذه اللي مكتوبة فيها 3 أجبان مدوبة، هذا راه جبن حقيقي. ماهيش بريباراسيون فروماجير، لا لا ماهيش تحضيرة جبنية، هذا راه جبن. وكاين اللي عندهم تحضيرة جبنية، مي أنا اللي خدمت بها اليوم راهي جبن حقيقي. ومن بعد ضفت حوالي فنجال تاع كريم فريش كيف درت تاع لوموندور. شوفوا تقدروا تعوضوا الكريم فريش بربع كاس تاع الحليب ولا علبه تاع ياغورت طبيعي. الا ما عندكمش يعني، الا عندكم ديروا ربع كاس، شريوا قراعه هكا في الدار وخليوها وخدموا بها، يعني راح ديروا بها بزاف تاع الحوايج وتجي انا الماكله تاعكم بنينه. خلطها مليح 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 مليح. ومن بعد جبت هذا المول هذا اللي يجي بالطول تاع الكيك، وصبيت فيه الخليط وندخلها للفرن على 180 درجة. عسوها لخاطر فيها البيض وفيها كل شيء تقريبا، راه كل شيء بايض كل شيء طايب غير البيض. يعني عسوها غير تبدأ تتحمر ويطيب هذاك البيض تشوفوها من داخل. خرجوها حطوها في الصحن اللي حابين نتوما. ديروا عليها، انا زدت كاضافه فرماج رابي، تقدروا ما ديروهش فرماج رابي، تقدروا ما ديروهش ماشي بس ضروري، يعني كاضافه برك باش نزين طبق تاعي. وزينتها بطوماط سوريز هذوك. كي لقيتها على بالكم الكيلو تاعها غالي غالي غالي. قولوا لي نتوما عندكم اصلا كل شيء غلا درك، الله المستعان. انا برك نشري هكا حبيبات باش نزين بهم الاطباق ويجيو ملاح يعني في المنظر تاعهم. وزينتها بورقه تاع المعدنوس، وصبيت هذاك الزيتون على الاطراف بعد ما طاب اكيد. وهذه هي الطبق تاعنا تاع اليوم، بزاف بنين وبزاف هايل وسهل كيما راكم تشوفوا. مرقه تاع الزيتون ولكن كيما نقولوا جديده شويه.
نتمنى تعجبكم الوصفة تاع اليوم وتجربوها وتخليو لي الراي تاعكم في التعليقات، واقترحوا عليا كاش وصفات حابينها، راكم حابين مالح ولا حلو، المهم باش نعرف الراي تاعكم. وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والعائلة تاعكم، وما بقى لي غير نقول لكم صحة فطوركم صحة سحوركم، الى فيديو جديد ووصفة جديدة، مع الف سلامة.